عماد متعب، سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ ازيك يا عمده، اخبارك ايه؟ كله جميل الحمد لله. انت مالك مسخسخ من الضحك ليه؟ في لا انا بضحك بقيت اليومين دول بضحك كتير. ده كويس يعني، ربنا دايما يخليك مبسوط كده يعني دايما. يا رب ان شاء الله. عمده يعني ليك تصريح قلت انا من الاساس معيش مسدس عشان اطلع منه رصاص، فهضرب رصاص من غير مسدس ازاي؟ لا مش دي الفكره خالص والله. يعني الفكره كلها ان انا من امبارح لقيت يعني في خلال 5 دقائق او 10 دقائق بالظبط يعني ناس كتير جدا بتكلمني ومكالمات غريبه جدا، وده في مش عارف حصل ايه وفي ضرب نار ومش عارف في. انا مش فاهم اي حاجه يعني. انا حتى بتابع برنامج كابتن مدحت شلبي امبارح، ويعني شفت في اخره ان يا جماعه عايزين نطمن على عماد، فانا ما فهمتش، مش فاهم في ايه، فدخلت معاه ووضحت القصه. وفي نفس الوقت كلمت المحامي بتاعي، قلت له عايزك تروح النهارده تشوف ايه القصه كلها، ايه الموضوع، في ايه اللي بيحصل، ان كان في الاسم ولا في النيابه. وراح النهارده النيابه وقابل الناس اللي هم قالوا او اللي بيقولوا ان هم قالوا ان انا اللي كنت موجود. الناس دي قالت عماد ما كانش موجود، ولا احنا نعرف عماد اصلا، ولا شفنا عماد، ولا في ضرب نار، ولا عماد كان موجود اصلا، ولا حصل اي حاجه من الحاجات دي. ده اللي موجود في النيابه وده اللي موجود في الاسم. يعني واحد شبهك ولا ايه يا عمده؟ ممكن. انا اقوم بدورين. يعني الموضوع كله يعني انا شايف يعني ايه، مش عارف حد يقصد انه بيخرجك عن تركيزك ولا ايه، ولا الامور ماشيه ازاي، مش عارف في ايه يعني. حتى لو الامور زي ما انت بتقول انت مندهش وبعت المحامي وراح ما لقاش اي حاجه تخص عماد متعب يعني. والله يعني جاهز. ايه الموضوع؟ والله يا كابتن انا مره واحده لقيت مصر كلها بتكلمني ان كابتن مدحت وان في مشكله حصلت. قلت لهم مشكله يا جماعه؟ انا نفسي افهم ايه اللي حصل، يعني انا عايز افهم لحد دلوقتي انا ايه اللي حصل. لا بتتكلم سبحان الله. والله يا كابتن ولا اعرف اي حاجه عن اللي حصل، ما عنديش ادنى فكره تماما. يعني انا ممكن يكونوا رابطين بقى ان لو في مشكله حصلت عند الجيزه، فانا عشان مراتي ساكنه هناك عند الجيزه، فانا مش فاهم. انا لحد دلوقتي نفسي افهم، يعني انا ما اعرفش. انا لقيتها البرنامج اللي انتوا بتتكلموا فيه ده انا ما شفتوش ولا سمعته. لا بتهزر يا عماد، بتهزر والله يا كابتن. سبحان الله. يا نهار. انا ما بقتش مصدق يعني. ويوم كاتب كتابي